بس اللي انا باخده في الاعتبار في الماتشات الوديه اللي زي دي ان انا عامل الماتش الودي عشان اجرب حاجه معينه، عشان اجرب اللعيبه، عشان اخد ثقه، على حسب انا محتاج ايه. يعني هل الفتره دي انا كمنتخب مصر محتاج اعمل تحديات دوليه عشان اللعيبه تاخد ثقه في نفسها، وعشان انا كمجاهد شايف لا تماما، مش هي دي المرحله اللي احنا بنعمل فيها كده. انا شايف ان اختيار المنتخب اوزبكستان او ايران او كاب فيردي، البطوله المجمعه اللي احنا بنلعب فيها دي، ان انا كراجل عايز اجرب حاجه معينه. وده ليه؟ عشان في ماتش تقيل زي البرازيل مثلا انت هتقابل المنتخب تكون انت رد الفعل مش الفعل، لكن في ماتش ودي زي اوزبكستان انت الفعل، انت هتعمل، انت هتجرب انت عايز تعمل ايه. يعني انا ممكن قدام اوزبكستان انزل اعمل زي ما حسام حسن عمل، لعب بثلاثه ورا منهم واحد بس مساه اكرام ربيعه، وباك يمين وباك شمال، دول الثلاثه اللي واقفين اللي ورا، ولعب بونجات مفيش باكات، لعب بونجات من على اليمين ومن على الشمال، لعب بعدد هجومي من اللعيبه كبير جدا عشان كان عايز يجرب الطريقه. الطريقه بقى عجبته، شاف فيها محتاج يعمل عليها تعديلات، الطريقه لا ما تنفعش مش هجربها، لما قابل منتخب هيعمل لي تكتل دفاع وهيلعب عليا بالمرتدات انا عايز اشوف انا هسد قدامه ولا لا، انا عايز لما العب قدام منتخب مش عارف ايه اعمل معاه ايه، فهشوف ايه اللي هيحصل معايا. ماتش اوزبكستان قدر يعمل فيه ده. يقدر يعمل كده قدام البرازيل؟ مستحيل مستحيل. ماتش البرازيل انا هنزل العب زي ما البرازيل هتمشي الماتش انا همشي معاهم،